صاحب مصنع كترت عليه الديون وبقى معرض للإفلاس. كان قاعد على البحر حزين وبيفكر. جاله راجل عجوز سأله: مالك يا ابني؟ اشتكى للعجوز من الديون اللي عليه. العجوز قال له: شوف يا ابني، أنا هديك شيك ب1,000,000 جنيه ترجع بيهم مصنعك زي ما كان، بس حاول تستخدم الشيك وقت ما تحس إن المصنع خلاص هيضيع منك، وتقابلني هنا بعد سنة علشان تسدد الدين اللي عليه. صاحب المصنع خد الشيك وهو فرحان، روح بيته وبدأ يرتب أفكاره. اجتمع بالديانة وجدول الديون اللي عليه، بدأ يحاول يعمل دعاية لمصنعه أكتر، وبدأ يحل مشاكل الإنتاج، وخلال كام شهر سدد ديونه من غير ما يصرف الشيك. عدت سنة ومصنعه رجع أحسن من الأول. راح للراجل العجوز يشكره ويديله الشيك بتاعه، وفعلا لقى العجوز قاعد على الشط. سلم عليه وفكره بنفسه، وجه يديله الشيك لقى 2 جايين يمسكوا الراجل العجوز وبيقولوا له: معلش يا أستاذ، الراجل العجوز ده مجنون وكل شوية يهرب مننا وندور عليه، يا رب ما يكونش ضايقك في حاجة.